بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غالياتي، وش راكم بخير؟ أنا في نعمة والحمد لله. مرحبا بكم مع كويزين حافظة دي زاد، ونرحب بكل المشتركات الجدد اللي انضموا لينا، نقولهم مرحبا بكم، الدار داركم والعتبة لينا. والمشتركات القدم نقول لهم انتم اعز حبيبات على قلبي. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم اني جيتكم بوصفة صيفية خفيفة وتوجدوها على وقفة، اللي هي غراتان تاع المقلة. ويلا كملوا لافان تاع الفيديو وراح نكتشفوا هذا الوصفة كيفاش توجد. نبداو بسم الله وعلى بركة الله. ولا هناني جبت في مقلة، درت فيها الزيت، وشنو ما نكتروش الزيت، 2 مغارف 3 ما نزيدوش. وجبت 2 حبات تاع بصل، قطعتهم الى شرائح بالطول هكذا تيك، ما تخشنوهم ما ترقوهم، وخلوهم يذبالوا لهنايا مليح مليح. ولهنا كي نشوفوا البصل نتاعنا بدا يدبل، نزيد عليهم 2 حبات تاع زروديه، نرابيوهم في الرقيق كما راكم تشوفوا انني مرابيتهم في الرقيق لهنايا، ونخلوهم يتقلاو. وهذه الغاتا غالياتي ما نديرولهاش كامل الماء. هاني وزدت عليها راس تاع فلفل حلو خضر، وراس تاع فلفل حلو احمر كما راكو تشوفوا. وإلا كان عندك الفلفل هذاك الاورانج ديريه، ولا ولادك ياكلوا الحار ثاني ديري راس تاع فلفل حار، قطعيه الى مربعات تاني صغار وديريه، ونغطوا عليها ونخلوها حتى تذبل. وكما قلت لكم ما نديرولهاش الماء، هنايا الخضره هي تتلق الماء. وبعدها ضفت عليها 2 حبات تاع طوماطيش لبس بيهم، قطعتهم تاني الى مربعات صغار هكا كما راكم تشوفوا، ونخلطهم كامل مع بعض. والطوماطيش كي نشوفوا بدا يذبل لنا هذاك الفلفل والبصل، نضيفوا طوماطيش، وبعدها نزيد عليها الملح. لهنايا ما ندير حتى ايبيس، ما نديرش كامل لي زيبيس فيها، ونزيد عليها مغرفه تاع الطوماطيش مصبره، ما نكتروش بزاف بزاف هكا، ونغطوا عليها ونخلوهم يطيبوا. ولا هنا من بعد ما كما كتشوفوا طابولي وذاب هذاك البصل، ولا قريب ما يبانش مع ذاك الفلفل مع ذيك الطوماطيش. هاي ليكم لهنايا، نشوفوا نوري لكم لهنايا الفو كيفاش راهو ناقص. لهنا هذا الفو راني ملي بديت الحرج، ملي بديت حتى نطفي عليه نكمل ونطفيه هو على نار هاديه، ودرت غير فلفل صغير. وبعدها راني زدت 2 مغارف تاع فرماج، انا درت هذاك تاع البيدون، ولا عندها بورسيون دير بورسيون. هاي ليك لهنا، ولا كان ما عندكش كامل بورسيون ولا هذا ديري مبشور، ولا ما عندكش تاع البيدون ديري المبشور. وبعد ما يذوب لي هذاك الفرماج مليح مليح، كنت قليت بطاطا كما راكم تشوفوا الى مربعات هكايا تيك صغار، ودرتهم وخليتها تتشرب هذيك البطاطا كامل هذيك لاصوص وهذاك الفرماج. وبعد ما تشربت لي هاني جبت الشيدار، راني رابي عليها شيدار من الفوق. وصدقوني هذه الكغاتا غير خفيفة على وقفة توجديها. وكما نعرفوا في زمان الصيف ما نقدروش ندخل الكوزينة ولا غير نسلكو واللي كيديو، يباني جبتكم هذا الوصفة خفيفة وما نحبوش نشعلوا الفور. ما بغيتش نديرها في البلا باش ما نشعلوش الفور، يباني سهلت عليكم ودرتها غير في المقلة برك، ونغطوا عليها ونخلو هذاك الفرماج يذوب. ولا هنا هاني قدمتها في صحن التقديم. شوفوا كيفاه جات مفرمجه، والبنه ما نحكي لكمش غالياتي. ولا هنا عجنت خبز تاع الطاجين، اللي قدمتها مع خبز الطاجين، وما شاركتوش معكم، كان سبق لي وشاركته من قبل. وشوفوا كيفاه جالي خفيف. واللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. ونتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفة، واللي عجبتها نتمناها إن شاء الله تجربها وتشاركني في التعليقات. ولا هنايا ما بقى لي غير نقولكم رانا لحقنا اللافين تاع الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ووصفة اخرى، واحبكم في الله وفي امان الله، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.